ازيكم يا شباب، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. فيديو النهارده هيكون عن عمرو عبد الجليل وايه اللي حصل ليه من كده، انه وصل انه طلع في فيلم اولاد حريم كريم وكان ظهوره ملوش اي اضافه في الفيلم على عكس العاده بتاعته. تخيل معايا كده ممثل اختار يوسف شاهين بنفسه في فيلم انه يمثل شخصيته وهو صغير، فده دليل على انه ممثل موهوب. سواء اتفقت او اختلفت على افلام يوسف شاهين، فده ما يمنعش انه من اهم المخرجين اللي جم في تاريخ مصر السينمائي. انت بتتكلم عن مخرج اخرج باب الحديد واسكندريه ليه واسكندريه كمان وكمان وحدوته مصريه وغيرهم كتير. انه اختار عمرو عبد الجليل فده معناه انه ممثل موهوب، سواء اتفقت انه كوميدي ولا لا. واشك في الموضوع ده لان احنا شفنا من عمرو عبد الجليل كميه ادوار ليه كانت قمه في الضحك، مصطلحات لازقه في دماغنا. نبتدي مثلا بفيلم كلمني شكرا، المصطلحات اللي كان بيقولها مثلا: انا كنت متأكد مع اني كنت شاكك. وانا كعاطف اتبسطت. بلاش حرام بلاش، بس انا كعاطف اتبسطت. ومشهده اللي يعتبر درامي مع عمه لما كان المفروض هيضربها: يا ابراهيم اضرب يا ابراهيم، اضرب يا ابراهيم. لا مش هقدر. اضرب يا ابراهيم. ياما لا مش هقدر. اضرب يا ابراهيم. اضرب لا يا ياما لا. ابراهيم. اضرب يا ابراهيم. لا ياما لا. ننقل مثلا على فيلم دكان شحاته وتجسيده لشخصية صعيدي وأداؤه المبهر برضه اللي بيزيد كل فيلم الناس تبتدي تقول إنه كوميديان رائع. مثلا برضه فيلم صرخة نملة. ايه لابسه ايه؟ بنتي كاملة يتي حسن والله حلوة والنبي. فيلم احنا ميسرة ويا الله على دوره فيه، اللي يعتبر كانت بداية انه يتشاف ويتعرف بالكوميديا بتاعته، غير انه كان بيعتبر اضافة كده في اي فيلم او مسلسل يطلع فيه حتى لو مشهد واحد بتستنى ظهوره. يا جدع ده انترفيو ليه اتكلم كلمتين بأمين بسبب انه اتسأل سؤال قال ما تدخلنيش في مواضيع اكبر من دماغي. يعني من وجهة نظرك شايف المهرجان اهميته ايه بالنسبة لافريقيا؟ ان هو ده كلام كبير قوي. انا ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي. انا يعني انسان تافه. انت منتظر ايه بس؟ اتكلم عن دوره في مسلسل طايع ودوره الجبار فيه، اللي كان يعتبر بقاله فتره عمال يختار افلام سيئه بس الناس كلها عجبها دوره. رغم الاختيارات دي كلها ما زالت الناس عجبها عمرو عبد الجليل برضه. يعتبر بدايه السقوط هو فيلم فص ملح وداخ، هو فيلم وحش جدا. تحس ان عمرو عبد الجليل بقى بيمثل بدون شغف، بقى بيأدي دوره اللي في الفيلم وخلاص. زي دوره برضه في مسلسل مكتوب عليا، اللي كان تحس ان اقل مشاهد كوميديا هي مشاهد عمرو عبد الجليل. لو كان عمرو عبد الجليل بتاع زمان اكرم حسني كان هيبقى قدامه حرفيا هو مش قادر يقول حاجه. عمرو عبد الجليل كان هيبقى خاطف منه الكاميرا، كنت انت هتبقى مركز بس مع اللي بيقوله عمرو عبد الجليل، مستني الضحك يطلع من عمرو عبد الجليل. الى ان وصلنا لفيلم اولاد حريم كريم اللي يعتبر كله استظراف، واللي اتضايقت من ان عمرو عبد الجليل وصل بيه الحل كده. تعالوا طب نحلل كده الموضوع، ممكن يكون ايه اللي خلاه يوصل للاسباب دي. ممكن مثلا يكون سبب حق الانتفاع العلني اللي اتكلم عنه خالد نبيل في الحلقه الرائعه بتاعته، واللينك بتاعها في الاي والديسكريبشن اللي تحت. انا مش هقعد اشرح الحلقه لانك لازم تروح تتفرج على الحلقه، روح اتفرج على الحلقه احسن. فعلا لما يبقى بيدخل لك دخل من اعمالك القديمه اللي بتتذاع على كل القنوات، ده يديك اوبشن انك تختار اعمالك وتنقيها بسبب الراحه الماديه، مش انك تختار اي حاجه تجيلك وخلاص. مش حال عمرو عبد الجليل بس، ده حال كل الفنانين، بس ده موضوع اخر لوقت اخر. بس بعد كل الكلام ده هيظل عمرو عبد الجليل ليه رصيد كبير معانا بسبب اعماله القديمه الحلوه اللي عملها، اللي اكيد اثرت فينا وبنستخدم حاجات كتير من اللي قالها في الافلام في يومنا الطبيعي. وفي الاخر اتمنى انه ينسى اخطاء الماضي وما يرتكبش اخطاء جديده ويرجع لنا تاني عمرو عبد الجليل بتاع زمان. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، وتستنوا الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. سلام يا شباب.